السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة يا أصدقائي هنشوف مع بعض مشكلة كبيرة جدا، هنشوف غلطة بنوقع فيها كلنا عند زراعة الأشجار المثمرة. الغلطة دي أصدقائي بتخلي النبات عندك ضعيف، بتخلي النبات ما يكبرش، بتخلي الأشجار ما تثمرش، يعني بيعمل عملية تقزم للنبات، بيخلي النبات حجمه صغير جدا. الشجرة اللي قدام حضراتكم يا أصدقائي مزروع عليها فترة كبيرة جدا، وللأسف الشديد مفيش أي حاجه جديده فيها، مفيش براعم جديده، النبات ما بيكبرش، النبات ضعيف زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل. فالمشكله هنا يا اصدقائي ان احنا بنروح المشتل علشان نجيب اشجار مثمره او نجيب نباتات زينه، فبنجيب العامل بتاع المشتل علشان يزرع لنا، او بنجيب عامل من بره، او بنجيب الجنايني، او احنا بنزرع النبات بنفسينا. فللاسف الشديد علشان ما ناخدش وقت في زراعه النباتات، فبنبدا ان احنا نزرع النبات بالقصيص بتاعه على امل ان الطريقه دي صحيحه، ولكن للاسف الشديد الطريقه دي خاطئه جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين النبات مفيش اي جديد فيه، النبات ما بيكبرش، النبات الجذور بتاعته ما عندهاش القدره ان هي تنتشر في الارض وتكبر علشان تستمد العناصر الغذائيه، لان الجذور مكتومه داخل القصيص او داخل الصفيحه اللي مزروع فيها النبات. فعايزين نخلي بالنا يا اصدقائي ساعة ما نزرع او ساعة ما نشتري اي نبات مهما كان اسمه ايه، سواء كانت اشجار مثمرة او غير مثمرة، ونجيبها من المشتل علشان نزرعها في المكان اللي احنا عايزين نزرعها فيه، اول حاجة نعملها نعمل عملية ازالة للقصيص اللي مزروع فيه النبات، او الصفيحة اللي مزروع فيها النبات. فعلشان ما يحصلش عندك مشكلة اختناق للجذور، لأن الجذور دي أصدقائي لازم تاخد راحتها شوية، لازم تنتشر في الأرض علشان تستمد العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة، وتستمد الماء اللي احنا بنروي بيه التربة، وتبدأ تنقله للأوراق علشان الأوراق تقوم بعملية البناء الضوئي أو عملية التمثيل الضوئي. فبنصح أي حد النبات عنده ما بيكبرش، الاشجار صغيره جدا، الشجره ما بتثمرش، فعايزك تعمل حفره صغيره حوالين جذور النبات وتشوف هل الشجره مزروعه بالقصيص بتاعها او مزروعه بالصفيحه بتاعتها ولا لا. فلو لقيت النبات مزروع بالقصيص بتاعه او بالصفيحه بتاعتها، تحاول ان انت تعمل عمليه ازاله للنبات، تشيله من التربه وتبدا تتخلص من القصيص اللي مزروع فيه الشجره، وتبدا تزرعها من جديد، وان شاء الله هتشوف الفرق في خلال اشهر قليله جدا. فيا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.